سلام عليكم. حادث انقلاب حافلة نقل الركاب بين أكادير ومراكش إلى تفاصيل يؤدي إلى وفاة 6 أشخاص. تعرضت حافلة نقل الركاب القادمة من مدينة أكادير إلى مدينة مراكش لحادثة انقلاب مروعة ظهر اليوم، ونتج عنها وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين. ووفقا لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت ضواحي مدينة إيمنتانوت، وقد باشرت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية جهودها لإنقاذ المصابين ونقلهم لتلقي العلاج، كما تعمل على محاولة انتشال أي جثث لموتى محتمل. ولم يتم الكشف بعد عن سبب الحادثة، ولكن تجري التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الانقلاب المأساوي. هذا الحادث يؤكد مرة أخرى أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية والحذر أثناء القيادة، ونسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين. في نهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو.